بقى هو ده بزار اللي كان بيبص التيشيرت وكل ساعة يروح للجمهور ويقول انا ابن الزمالك، انا ابن 100 عقبة، ده انا بشجع الزمالك وبعشق نادي الزمالك. هو ده اللي كان بيعيط لما بيخرج من الإصابة ونفسه يلعب للزمالك. عرفتوا بقى ان هم بياكلوا بعقلنا حلاوة، ان مفيش حاجة اسمها زملكاوي لاعب محترف جاي ياكل عيش وياخد فلوس وخلاص، زي ما حسن شحاتة وطلعنا هجمنا حسن شحاتة وقلنا بس هو ده بزيرة. وبتتكلم على بزيرة ازاي؟ ده ابن النادي، اللاعب اللي الناس كلها واقفة في ظهره، هو ده اللي شايل الفريق. شفتوا بزيرة وصلنا لحل ايه؟ وصلنا لايه الوقت بزيرة؟ انا مش عارف، والله ما انا عارف. آه، كل يوم بيضغط على النادي، كل يوم بيضغط على النادي، ومش عاوز يرجع وما بيردش على المكالمات، وبنبعت له فاكسات في ايميلات بيعمل لهم بلوكات. واللاعب مصمم على الرحيل ومش عاوز ينزل التدريبات، وفترة الاعداد خلصت والدوري هيبدأ. وده بزيرة اللي كان متحط على الراس، متحط على الراس، وبتخش بسببه مشاكل، وتقعد تهاجم ده وتهاجم ده، وتقعد تقول دي بيتنمر عليه ودي بيتنمر عليه، وينزل لك بيان كبير يقول لك انا عاوز امشي وخدت وعود اللي انا همشي. وبيضغط على النادي بسبب الازمه الماليه الموجوده، بيقول لك باعوني ومش عارف ايه. لاعب لو بيحب نادي الزمالك مش هيتكلم في الحاجات دي. كل واحد بيظهر وقت الشده، وقت المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. واحد زي بزيرة دوت كان يبوس ايده وشه وظهر انه دخل نادي الزمالك، وانه عرف جمهور نادي الزمالك، وان اللي فيه الوقت كله فضل وحمد من جمهور نادي الزمالك عليه. بس هو بقى ازاي؟ انا اهم حاجه هو شايف الفلوس، وشايف ان المكسب الشخصي ليه مش مهم، الجمهور مش مهم، اي حاجه مش مهم، المكسب بتاع النادي حتى. لاعب اجنبي ما بيفكرش الا في نفسه فقط لا غير. طب البس بقى، البس يا حبيبي، البس، البس يا حبيبي البس. طب انت الوقت هتعمل ايه؟ ما انا عاوز افهم بس، بزارة ده هيعمل ايه؟ ما هو يا عم خلاص، النادي احلى حاجه ان ما خضعش لله. تعالى، كل ما يتكلم معاهم حتى في اجتماع الزوم قالوا له تعالى مش هنتكلم في اي حاجه لما تنزل مصر، ونبدا نتكلم بقى على العروض. طب ايه ينفع ما ينفعش؟ طب مش عارف ايه، نتكلم بقى على النظريه كلها. اما انت تقعد تكلمنا عبر الزوم والحاجات دي، لا مش هياكل عيش. طب انا هاجي الاسبوع الجاي ما بتجيش، طب احنا منتظرينك. طب احنا بنقول بقى هنصعد الموضوع ونوصله لفيفا، طب انت ما بتجيش ليه؟ يا باشا انت هتدفع كده كده هتدفع. اللي عاجبني ان نادي الزمالك مديلك مستحقاتك لغايه شهر 8. يعني انت ما فيش حل الا ترجع لنادي الزمالك وتخضع لمطالبات نادي الزمالك، مش بمزاجك. ما خلاص بقى، شغل العافيه واقطع ومش عارف ايه ما عادش واكل عيش. فين العروض بتاعتك؟ ما الزمالك قال لك ماشي. الزمالك عنده استعداد يبيع في حاله واحده، حاله واحده 6 مليون دولار. غير كده الزمالك مش ناوي يبيعك. لو عملت ايه؟ الزمالك قال لك انا مش هبيعك السنه دي، يبقى ترجع تلعب السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله مع فتح القيد، وان شاء الله يكون الدنيا جميله نقدر نبيعك. غير كده يا حبيبي مفيش. سيبك بقى من اللي انت بتعمله ده. طب الزمالك دلوقتي حطك في خانه اليك، الوكيل بتاعك وابوك بيقول لك ارجع، ما عادش في حل. تقعد تتكلم بقى مع كابتن الفريق مش مع كابتن الفريق، الكلام ده مش هياكل عيش. الزمالك حطك في خانه اليك، بيقول لك يا حبيبي ارجع، ارجع، والوكيل بتاعك قال لك وابوك قال لك ارجع واخضع، وتعالى ونقعد بقى في الاجتماع نتكلم تشوف هنوصل لايه. اما الشغل بتاعك ده الفرقعلوز ده ما عادش. خلاص انا عن نفسي عبد الله السعيد خلاص في خانة اليك. شيكو بنزا دي مجنون اصلا ملوش لازمه، تفهمني؟ بزيرة، يبقى بزيرة وعبد الله السعيد زيكم زي اي لاعب، هيتداس عليكم، هيتداس عليكم. انا بعرفك من الوقت. يعني اصحى بقى في حب الكيان والكلام من ده، ما عادش هياكل عيش. اي لاعب ويقعد يعمل لي كده هياخد على دماغه، ما عادش فيها هزار. احنا ما عادش هنهزر كجمهور، انا بعرفكم اهو.